السلام عليكم. هل هقدر أحقق حاجة؟ سؤال بيتكرر في الرسايل والكومنتات وفي أذهانكم طول الوقت. خليني أقول لكم إن ده أحسن مدخل للشيطان يدخل لك منه ويخليك تسيب مذاكرتك وتكتئب وتيأس بقى وتقول يا عم ما هي كده كده محصلة بعضها. طيب أنا مش هرد عليك رد فرقعت أدرينالين اللي هو أنت جامد، أنت تقدر، أنت أحسن واحد في 100 مليون. لا، الكلام ده كله جميل وشكله حلو ومتزوق، بس بيدي دفعة إيجابية لمدة قصيرة اللي هي مدة الفيديو. بعد ما بتقفل الفيديو بتدخل في نفس الدوامة. فخليني أرد عليكم برد منطقي. اللي بيسمعني دلوقتي حاجة من اتنين: يا إما كان بيذاكر وبيعمل اللي عليه بس حاسس نفسه مقصر وبيقول لنفسه إنه في ناس بتعمل أكتر وهو مش هيحصله. أما النوع التاني وهو اللي فعلا ما بدأش وما كانش بيذاكر وحاسس إن القطر فاته. وخدوا بالكم من كلمة حاسس. النوع الأول عايز أقوله حاجة مهمة: انت اشتغلت واجتهدت، واحساسك بالتقصير ده اكبر دليل على انك كويس وعاوز تعمل حاجة. فشيل الوسواس ده من دماغك وابدأ حط استراتيجية لنفسك عشان على رأي مستر محمد عبد المعبود نعلي الأداء. وعلى فكرة الكلمة دي كنت بسمعها دايما وبشتغل على أساسها إني عايزة أعلي الأداء. مش هيسكت ضميرك إلا كتر الشغل اللي هو أنت تنام مقتول من المذاكرة، وبرضه هيفضل فيه إحساس بالتقصير وهو ده البنزين اللي هيشغلك إنك تقوم من النوم تعمل أكتر فتنام مقتول من المذاكرة وتعمل أكتر وهكذا. فرجاء، النوع الأول ياريت الشيطان ما يلعبش بعقلك، واقفل ودنك خالص عن كل ده وركز إنك تعلي الأداء. بعلي الاداء ازاي وانا كنت بعمل ايه؟ لا ده فيديو تاني بقى هقول لكم كده خطوه خطوه، وهم كذا خطوه كده انا مشيت عليهم وهتمشوا عليهم شهر واحد هتفرقوا 180 درجه. طب النوع التاني بقى: لا تقلقوا اعزائي الطلبه، فانا حاليا شغاله على خطه للناس اللي لسه بادئه، وكده يبقى رضيت كل الاذواق. عملنا خطه للناس اللي بدات من 7 من 8 وهنعمل خطه للناس المتاخره، فمالكمش حاجه. اما موضوع مش هلحق بقى وكده، مين قال؟ احنا لسه في شهر 11، يعني حضرتك معاك مدة كافية تذاكر وتراجع مرتين. بس الكلام ده في حالة واحدة بس: انك لو كنت راجل مع نفسك وقعدت ليل نهار على الكتب. وانا هسهلها عليكم في موضوع ازاي ابدأ واديكوا التاسكات اللي هتعملوها في صورة خطة شاملة المنهج كله. ودنكوا عن الهلاوس اللي بتيجي في الفترة ما بين المذاكرة دي، لانها بتمص طاقتك وبتثبط عزيمتك دايما. بصوا للنص الكوباية المليان وتفائلوا بالخير تجدوه يا سنة تالتة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.